وللحديث أكثر حول ما جاء في كلمة سعداني ينضم إلينا وعلى المباشر ميلود صاولي موفد قناة الزير إلى ولاية بسة. ميلود، ما هي أهم المحاور التي تحدث عنها سعداني خلال هذا اللقاء؟ نعم بالفعل زميلي محمد، اليوم كل الكلام كان موجه صوب هذا الأخطبوط الذي أسماه سعداني بالأخطبوط المتعدد الأرجل، أخطبوط أمني، أخطبوط سياسي، أخطبوط إداري، وأخطبوط إعلامي يسعى إلى تكسير البلاد ويسعى إلى زعزعة وحدة وأمن الجزائريين. سعداني اتهم صراحة جنرالات جهاز الديارات سابقا الذين أحيلوا مؤخرا على التقاعد ومساعيهم المتكررة من أجل وضع ترتيبات معينة على أجندات لوبيات في الداخل وفي الخارج من أجل التحضير حسب ما أسمى سعداني بالرئيس القادم للجزائر، والذي لن يكون حسب سعداني إلا عبر الصندوق لأن عهد التعيينات قد انتهى. سعداني أيضا تكلم في كلمته أمام مناضلي وإطارات الحزب في التجمع هنا بولاية بسة، قال بأن وزير الاتصال ظلم كثيرا في قضية شراء الخبر وربراب، لأن القضية ليست قضية تجارية كما يسوق لها البعض، وإنما هي قضية تعكس قضية سياسية، وأن رجل الأعمال يسعد ربراب ما هو إلا وضعه الأخطبوط الأمني الذي أسماه سعداني والممثل في جنرالات جهاز الديارات سابقا، وهو هذا الأمر يسعى إلى الخوض في السياسة، وبالتالي أن مصلحة البلاد هنا ستتحول إلى تهديد أمني على الجزائريين. كذلك فيما يتعلق بالأمور الداخلية للحزب، اتهم سعداني المنسق السابق للحزب عبد الرحمن بالعياط، والذي قال بالحرف الواحد أن هذا الرجل يقوم بمهمة قذرة تحركه بعض الأطراف، وسماها بأن جنرالات سابقة في جهاز الديارات هي التي تحرك هذا الرجل، وهذه الأطراف التي سماها سعداني أيضا بأن هي المسؤولة التي أرسلت الصورة التي جمعت الرئيس بوتفليقة والوزير الأول الفرنسي مانويل فالس خلال الأسابيع القادمة، والتي أثارت جدل كبير. قال أن أطراف جهاز الديارات هي التي أرسلت الصورة إلى فالس من أجل خلق كل هذا التشويش، وبالتالي أن المصلحة وبعدما انكسر هذا الجهاز والأعمال التي قام بها أصبح الأمر كل شيء مستباح حسب سعداني من أجل تحقيق مآرب واتجاهات تخدم أطراف بعينها. نعم، ميلود صاولي موفد قناة الزير إلى ولاية بسة لتغطية لقاء جبهة التحرير الوطني أو أمينها العام بالمناضلين. شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل.